يا صباح الفل. النهارده طبعا قمة الأسبوع الخامس، الأهلي وبيراميدز. فقلنا بقى إيه؟ نرغي من عقل الاتنين مدربين بيشتغلوا إزاي، وإيه أخطائهم اللي لازم يتلافوها في ماتش زي ده. ماتش قوي جدا، الفرقتين موقفهم حرج. بيراميدز لعب 4 ماتشات، عنده 5 نقط، كسب ماتش، اتعادل ماتشين، خسر ماتش. الأهلي تلات ماتشات، عنده 5 نقط، كسب ماتش وتعادل ماتشين. فأي إخفاق لأي حد فيهم النهاردة بيبعده شوية كتير عن صراع القمة. طيب، الماتش ده بيتلعب على تفاصيل صغيرة قوي. الاتنين مدربين عندهم مشاكل في تفاصيل صغيرة. لكن الأول خلينا نبدأ بالغيابات، واللي هي مهمة جدا بالنسبة للفريقين. الأهلي عنده غيابات مؤثرة قوي. الأهلي عنده غياب ياسر إبراهيم وياسين مرعي، الاتنين قلبين الدفاع. محمد شكري الظهير الأيسر يمكن مش مؤثر قوي لأنه ما لعبش غير ماتش واحد، الماتش بتاع مودرن اللي الأهلي تعادل فيه 2-2. لكن في غيابين تانيين في منتهى الأهمية، اللي هو إمام عاشور ومروان عطية. نفس القصة بيراميدز عندهم غيابات قوية جدا، بتتمثل في الشيبي للإيقاف للطرد، ومصطفى فتحي ورمضان صبحي للإصابة. يمكن الغيابات هتأثر على بيراميدز أكتر، لأن الأهلي عنده البدايل اللي تقدر تعوض الغيابات دي. لكن بيراميدز لحد دلوقتي مفيش حد قادر يعوض غيابات مصطفى فتحي تحديدا ورمضان صبحي. بالنسبة للشيبي، الشيبي فيه بديل ليه طارق علاء، بس طارق علاء لعيب صغير عنده 23 سنة. أداؤه الهجومي مش بطال، لكن أداؤه الدفاعي في مآخذ عليه. طب هل أقدر أحمل طارق علاء ماتش زي ده يلعب على بن شرقي، يلعب على زيادات كريم فؤاد، يلعب على أي زيادة أو أوفرلود يعمله بن رمضان أو زيزو عليه؟ فده سؤال وتفصيلة مهمة من التفاصيل الصغيرة اللي احنا كنا بنتكلم فيهم. هل أبدأ بطارق علاء ولا أبدأ بأحمد توفيق؟ أحمد توفيق لعيب قوي جدا دفاعيا، فأعتقد إنه لازم تفكير يوريشيتش يروح لأحمد توفيق في مباراة زي دي لقوة الجبهة الشمال في النادي الأهلي. طب بالنسبة للنادي الأهلي، لازم أنا لو مدرب في النادي الأهلي أتكلم مع اللعيبة وأكد عليهم ما تتسرعوش. احنا شفنا يمكن في ماتش المحلة تسرع مش مفهوم. اللعيبة ضيعت فرص سهلة جدا بسبب الرعونة والتسرع. فلازم أتكلم معاهم في إن ما تتسرعش، ابدأ بهدوء، ما تخليش الجماهير حاطة عليك ضغط. القصص دي كلها، الماتش 90 دقيقة، ما تتسرعش على مهلك. تاني حاجة لازم ريبيرو يبعد عن فخ زحمة وسط الملعب. ايه فخ زحمة وسط الملعب دي؟ الأهلي بيلعب 4-1-4-1 غير زيادة الظهيرين. فالأهلي في الحالة الهجومية بيبقى فيه 7 لعيبة المفروض في تلت ملعب الخصم. طيب، بيراميدز هيبقى فيه مش أقل من 8-9 لعيبة في تلت ملعبهم في حالة لما يكونوا فاقدين الكورة. طيب، أقصد إيه بإن أنا ما أبعد عن فخ زحمة وسط الملعب؟ أولا، وسط ملعب بيراميدز كواليتي مختلف، الكارتي بلاتي توريه ومهند لاشين كواليتي مختلف. في بعض اللعيبة بخسرها، يعني زي تحديدا يعني بن رمضان، لما بزوده لقدام. لو في حد بيلعب عليه مان زي الماتش اللي فات، أنا بخسره بفقده. لكن أنا محتاج حد يبقى كمان جنب ديانج في ماتش زي ده. فمحتاج إن بن رمضان يشتغل كتمانية، لأن ريبيرو بيشغله شيء أشبه بالشادو سترايكر أو اللعيب 9.5، هو وزيزو. ودي برضو بزيزو هاجي وقف عنده كتير. فلازم افك الزحمه دي شويه، زحمه وسط الملعب. ممكن حد يقول لي الاهلي بيلعب على الاطراف، نفس الشيء. يعني احاول يبقى في بنى سليم للعب، ما يبقاش فيه عشوائيه. اعتقد بن رمضان لما بيلعب آه كلاعب 8 بيبقى ظاهر كتير، وبيقدر يبني الهجمه بشكل احسن، بيبقى ترمومتر الاداء النادي الاهلي. آه زي ما قلت مش لازم اخسر
بن رمضان. لازم يبقى الأهلي النهارده بيلعب بشكل جماعي أكتر. الأهلي عنده كمية نجوم غير طبيعية، كل واحد فيهم يقدر يشيل فريق لوحده. فحتة إن أنا ألعب لوحدي دي صعبة شوية، محتاجة مدرب قوي يقدر يخلي أداء الأهلي بشكل جماعي أكتر. لازم استغل نقطة ضعف بيراميدز اللي هي ايفرتون وعبد الرحمن مجدي. ايه نقطة الضعف دي؟ الاتنين دول ادائهم الجماعي قليل جدا، ادائهم الهجومي قليل جدا، ادائهم الدفاعي قليل جدا. فلازم الاهلي في الحالة الهجومية يخلي هاني واعتقد كريم فؤاد هيبدأ في الجبهة الشمال، يعملوا زيادات مع انا عايز زيزو في الجبهة اليمين مش تريزيجيه، وبن شرقي في الجبهة الشمال. اعتقد الاهلي يقدر يضرب بيراميدز من الاطراف بمنتهى السهوله لضعف الاداء الهجومي والجماعي والدفاعي لايفرتون وعبد الرحمن مجدي. طيب، لازم يبقى فيه هيكل اساسي وطريقه لعب ثابته للنادي الاهلي. ما اعتقدش ان النهارده ريبيرو يقدر يلعب بنفس طريقه اللعب، لان زي ما بقول بيلاعب او بيقابل كواليتي مختلف. طب ان انا اثبت هيكل دي نقطه فيها شيء سلبي وشيء ايجابي. الشيء السلبي هي اني او الشيء الايجابي، نبدا بالشيء الايجابي، بتخلق نوع من انواع المنافسه. يعني انا لو لعبت احسن هخش التشكيل الاساسي، لكن ريبيرو مثبت التشكيل وطريقه اللعب وحاجات كتير جدا. فانا مهما عملت كلاعب احتياطي مش هدخل التشكيل الاساسي بتاع ريبيرو ابدا. اعتقد ان لو زيزو راح لطرف الملعب وتريزيجيه هو اللي دخل لقلب الملعب هتفرق كتير جدا في اداء النادي الاهلي. لعيب الخط دايما ما بيعرفش يأدي جوه الملعب، فدي نقطة لازم توصل لريبيرو كويس جدا علشان ما افقدش لعيب بقيمة زيزو في التشكيل بتاعي. طب بيراميدز لازم يتفادى الكروت الحمراء. بيراميدز 4 ماتشات ب4 كروت حمراء. لازم يوريشيتش يهدى شوية. ولازم استغل الاندفاع الهجومي للاهلي. مبدئيا لازم يلعب لعيب ياخد عين اليو ديانج علشان يسهل لغيره انه سواء بقى يبني لعب انه يزيد او الكلام ده كله. لذلك انا بقترح يعني انا لو مكان يوروشيتش هلعب بمهند لاشين ووليد الكارتي وقطة مش بلاتي توريه. واحد منهم ياخد عين اليو ديانج وواحد يزيد. طبعا في عدم تجانس دفاعي بين لعيبه النادي الاهلي، فده لازم مانيلي يستغله، لان اشرف داري وبيكم مش دايما بيلعبوا او ما بيلعبوش مع بعض كتير. تمام. انا شايف ان التشكيل الامثل للفريقين هو تشكيل الاهلي، باستثناء ان انا هدخل محمد هاني، الشناوي في حراسه المرمى، اشرف داري واحمد رمضان بيكم، في الشمال كريم فؤاد، اليو ديانج وجنبه مش قدامه جنبه محمد علي بن رمضان، في اليمين احمد السيد زيزو، في النص تريزيجيه، في الشمال اشرف بن شرقي. واعتقد ماتش زي ده محتاج جراديشير اكتر من محمد شريف. طب بالنسبه لبيراميدز التشكيل الامثل بالنسبه لبيراميدز من وجهه نظري محمود جاد، احمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي، احمد توفيق، مهند لاشين، قطه، وليد الكارتي، زلاكا، كريم حافظ ناحيه اليمين، وقدامهم فيستون مايل. على فكره انا ما اشركتش ولا عبد الرحمن مجدي ولا ايفرتون، لان دول نقط ضعف واضحه جدا 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 لاي حد اتفرج على كل ماتشات بيراميدز اللي فاتت. علشان كده انا عايز ابدا بزلاكا في ناحيه الشمال قدام محمد حمدي، وكريم حافظ قدام احمد توفيق. وفي الهجوم فيستون مايلي. زي ما بقول التشكيل بتاع بيراميدز ده بيدي نوع من الديناميك، الحركه القويه جدا، يقدر يجاري فريق النادي الاهلي. نتفرج على الماتش ونستمتع بيه ان شاء الله، وبكره نطلع نتكلم عن اللي حصل في الماتش. شكرا.